آخر ما يمكن أن نتكلم عليه اليوم، لأن حقيقة أكثرنا في سرد أدلة هؤلاء مع أنها باطلة، والأصل أن يستحى من سوقها وإيرادها، لا سيما أنهم يحتجون بالموضوع وبالضعيف في العقائد. يعني هم كانوا يقولون خبر الآحاد يحتج به في العقيدة، هذا بوابة للاحتجاج بالموضوعات والأحاديث الضعيفة في العقيدة. آخر رواية يمكن أن نتكلم عنها فيه أدلة هؤلاء، ويعد هذا الدرس الثامن في ذكر أدلة القائلين بأن القرآن غير مخلوق، وبعد ذلك إن شاء الله نبدأ بأدلة القائلين بأن القرآن مخلوق، وسنسمع بإذن الله. حديث: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا عبد الوهاب بن عمرو قال حدثنا أبو موسى هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا بكر بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطأة عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقرب العباد إلى الله بشيء أفضل من شيء خرج منه وهو القرآن. وهذه الرواية كثير ما دندن لها هؤلاء. القرآن منه بدأ وإليه يعود، منه خرج وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، حتى كأنها قصيدة: منه بدأ وإليه يعود. وسمعنا هذه الرواية أداء في الإبانة لابن بطة، واحتج بها غير واحد من علماء هذه الفرقة، وهم الذين يعني يدعون عنهم أسماء كثيرة: سلفية، حشوية، وهابية، أسماء عدة، أو أهل حديث وأهل أثر. المهم الحديث فيه ليث بن أبي سليم المدلس، ومعروف تدليس الليث بن أبي سليم. وفيه بكر بن خنيس، فيه بكر بن خنيس، وذكر أهل العلم أن له أغلاطا. فإذا تصور أننا نحتج بمثل هذه الرواية في باب العقائد بأناس ضعفاء ضعفهم أهل العلم. وحديث منه بدأ وإليه يعود. طيب لو سلمنا أن هذا الحديث صحيح، منه بدأ يعني له بداية، إذا له بداية إذا مخلوق، لأنه منه بدأ، ونحن حتى نحن من الله بدينا، بدأنا من الله، منه المبدأ وإليه المصير. الخلق منه سبحانه وتعالى المبدأ وإليه. فإذا يلا نحن معكم، منه بدأ وإليه نعود، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه هي الحقيقة، إنا لله وإنا إليه راجعون، منه بدأ وإليه يعود. والخلق أيضا هكذا، من أين جاءوا؟ من الذي أتى بهم؟ من الذي بدأ بهم؟ من الذي ابتدأهم؟ من الذي أبدعهم؟ من الذي أوجدهم؟ وإلى من سيعودون؟ الله. والقرآن كذلك: فوقعوا مما فروا منه. هم يقولوا أحاديث كثيرة منه بدأ منه بدأ، وستجد ابن تيمية هذه الرواية كثيرا ما يعني يستدل بها، تجدون في الفتاوى الكبرى وفي مجموع الفتاوى. وأغلب هؤلاء ستجد أنهم يستدلون بمثل هذه الرواية: منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود.
وما تقرب العباد بشيء أفضل مما خرج من الله. كيف خرج يعني من الله؟ إيش معنى خرج؟ كيف يعني خرج؟ يعني الله سبحانه وتعالى يخرج منا أشياء؟ هذا عندهم هكذا عقيدتهم. ولذلك لا تستغرب عندما هم أصلا يقولون إنه يتكلم بصوت وحرف، وبعدين ما بتستغرب عندما يقول فيه لثة وفيه لسان وفيه فم. هكذا والعياذ بالله. يعني يريدون في هذه المسألة إلى أن نصل إلى تجسيم المولى عز وجل والعياذ بالله. تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية وأن لا يؤاخذنا بما قال هؤلاء، وإنما نحكي ما يقولون لأجل بيان بدعتهم أو ضلالهم أو خطئهم أيضا في المعتقد. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا، اللهم عافنا واعف عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.